اهلا بيكم معانا. النهارده هنعمل رز بلبن في الفرن، والرز بلبن العادي اللي احنا متعودين عليه. ده 1.5 كيلو حليب، حطهم على النار يدفوا. انا غاليه قبل كده دفيوا معايا، بنزل ب3/4 كوبايه رز مغسول ومنقوع. الخطوه دي هو هنا غلي معايا، هدي النار يستوي. هنا بقى الخطوه دي انا ممكن اسويه بشويه ميه الرز بره وبعدين ازود عليه الحليب، لكن هنا انا عملته بالطريقه دي. حطيت النشا في طبق ودوبتها بشويه ميه، حابه تدوبيهم بحليب بارد براحتك. هبدا ازود وادوب بالمضرب اليدوي عشان ما يكلكعش معايا. هنا انا بقلب كويس وبهدي على النار واسيبه يستوي. بعد كده هحط ظرفين فانيليا، بعد الفانيليا السكر. هنا السكر بحطه في الاخر ليه؟ علشان اما اجي اقطع من الطبق بتاع الرز بلبن ما ينزليش ميه. زي ما حضراتكم شايفين ههدي النار وهسيبه يستوي. استوى معايا، هبدا اغرف في الطواجن اللي هدخلها الفرن. انا بملى الطاجن، حابه تقلليه شويه براحتك، وهرصهم وهخلصهم واخدهم واوديهم على الفرن عشان نديلهم وش في الفرن. زي ما حضراتكم شايفين هبدا اكمل صب الرز بلبن في الاطباق، وهزينه براحتك بقى، حابه بشر وزبيب مكسرات فاكهه زي ما تحبي، المتاح عندك اعمليه. ده الشكل النهائي، ما شاء الله كان طعمه تحفه. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. اشوفكم على خير ان شاء الله.